إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، ضمن برنامج قضايا أريتريا، يسعدنا ويسرنا أن نلتقيكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وذلك حتى إن شاء الله تعالى نعرض حلقة جديدة من برامجنا قضايا أريتريا. في بداية اللقاء يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور حسن. فليتفضل. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياكم الله دكتور حسن سلمان في لقاء يتجدد مع برامج قضايا أريتريا. في لقائنا اليوم أيها السادة والسادة المستمعون، موضوعنا دور القبائل والعوائل في نشر العدل بين أفراد المجتمع. موضوع هام يهم كافة قطاعات مجتمعنا الذي عرف بهذه المهمة وهذا الحقيقة العلائق الاجتماعية. في بداية هذا اللقاء أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، يسعدنا إن شاء الله تعالى قبل الدخول إلى أطراف هذا الحديث أن نستمع ونشاهد تقريرا، ثم نعود إليكم لمتابعة برامج هذا اليوم. فتفضلوا. تأكيداً على دور المجتمع التقليدي في تحقيق العدالة وخدمة الأمن والأمان وإدامة الاستقرار في بلادنا، أقامت وزارة العدل عدداً من اللقاءات والبرامج، من بينها اجتماع الإقليم الأوسط، والذي شارك فيه 445 من لجان المصالحة من 83 إدارة ضاحية، بحضور مسؤول انفتاح خدمات العدالة في وزارة العدل السيد صبري إبراهيم، الذي أكد أن وساطة الصلح في البلاد ثقافة وليست خيار، وأنها ترتكز على قيم المجتمع الذي ينبذ الخلاف ويتماشى مع الكرامة الإنسانية وتدعو إلى الانسجام والتماسك في المجتمع. إن النظام التقليدي والذي يعرف بلجان المصالحة يتعامل مع القضايا عن كثب، ويعطي الأولوية لحل النزاعات الاجتماعية ومنع الجريمة، كما أنها تسلط الضوء على القيم الراسخة في المجتمع الإريتري والتي توارثناها جيلا بعد جيل، مما علمت المواطن الإريتري كيفية حل الخلافات الاجتماعية سلميا. لكن يكمن التحدي في عملية التوازن بين هذا النظام التقليدي القائم على المصالحات والتراضي، وبين النظام القانوني القائم على مبدأ العدالة وسيادة حكم القانون. المشاهدون والمشاهدات الكرام، مرة أخرى نرحب بكم بعد أن شاهدنا هذا التقرير. في بداية أجندة حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سنتناول هذا الموضوع من خلال ما استمعنا، ومن خلال أيضا كثير من النقاط والأجندة والموضوعات التي تهم يعني فهم هذه العلائق المجتمعية ودورها في مجتمعنا وما كان لها من تأثير وكيف هي اليوم. في البداية نطلب من فضيلة الدكتور أن يفيدنا عن النظام الاجتماعي التقليدي، ما هو، والأعراف والتقاليد في نفوس أبناء إريتريا، وهذه القيم التي حقيقة توارثتها يعني الأجيال جيلا بعد جيل، وما كان فيها من لحمة وتماسك، وما كان فيها من حقيقة حل كثير من الإشكالات. نرحب إن شاء الله بفضيلة الدكتور، فليتفضل لنسمع منه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فالنظام الاجتماعي بشكل عام هو ذلك النظام الذي يحدد العلائق بين الإنسان وأخيه الإنسان.
سواء كان متفقا معه دينيا أو عرقيا أو كان مختلفا عنه. كذلك أيضا سواء كان قريبا منه كالجوار القريب أو كان بعيدا عنه. فعموما ما يعرف بالنظام الاجتماعي هو النظام الذي يحدد علاقات المجتمع في بنياتها الأساسية، ولا علاقة له بالنظام السياسي، اللي هو العلاقات السياسية تقوم على علاقات مجتمع مع دولة أو مع سلطة، أو مجتمع أو الدولة نفسها علاقاتها فيما بينها. وبالتالي نحن أمام نظامين، النظام السياسي والنظام الاجتماعي. فالنظام الاجتماعي عموما هو البنيات التحتية للمجتمع، وتبدأ بالأفراد والأسر والعوائل والقبائل والشعوب. هذه هي تقريبا التراتبية الاجتماعية بشكل عام في المجتمعات. والله سبحانه وتعالى لما قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى بين في هذه الآية أو فرق بين مفهومين، بين مفهوم الخلق والإنشاء الابتدائي، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من ذكر وأنثى، وبين مفهوم الجعل، وهو أن الله سبحانه وتعالى هيأ للناس قانون اجتماعي، وهو الانتقال من الحالة الزوجية إلى الحالة الأسرية، ثم الحالة العائلية، ثم الحالة بعد ذلك القبلية، وتنتقل بعد ذلك المجتمعات من القبائل إلى الشعوب. ولحظة نزول النص القرآني كان على كل المجتمع العربي عموما مقسم إلى فئتين: مجتمع الترابط فيه ترابطا قبليا نسبيا، ومجتمع آخر الترابط فيه ترابطا حضريا وهم الشعوب. فعبر الله سبحانه وتعالى عن لحظة التنزيل بهذه الوضع. وإلى يومنا هذا تكاد تكون عموما الأمم بهذا الشكل، إما أن تكون شعوب تسكن مجتمعات حضرية، وإما أن تكون قبائل تسكن في البادية، أو حتى لو سكنت في الحضر لكنها تبقى علائق القبيلة حاضرة في هذا الجانب. فيما يتعلق بموضوع السمات العامة للمجتمع التقليدي أو النظام الاجتماعي في المجتمع التقليدي، عموما هذا المصطلح قد لا نميل إليه كثيرا. ليس بلازم أن يكون لفظة تقليدي ولفظة حديث. بعض الناس يتصور بأن لفظة التقليدي هي مذمة ولفظة الحديث هي محمدة. ليست الأمر كذلك، أو الابتداء لابد أن نؤكد على هذه المسألة. ولكن المجتمع الذي يسميه علماء الاجتماع المجتمعات التقليدية هي المجتمعات المحافظة. وعندما نقول مجتمعات المحافظة بمعنى أن والله هي مجتمعات تراثية، عندها تراث عريق تستند إليه في علاقاتها، عندها عادات، عندها تقاليد، عندها ثقافة معينة تشكل هويتها بشكل عام في المرجعية. فالمرجعية التي تستند إليها القوى التقليدية في علم الاجتماع هي مرجعية تراثية، وليست مرجعية الحداثة التي نعيشها، وسأتكلم عنها. المرجعية الحديثة اللي هي الدولة الحديثة تحديدا. هذا جانب. فالمرجعية فيها مرجعية تراثية، أيا كان هذا التراث، سواء كان تراثا دينيا أو كان تراثا قبليا أو كان تراثا عرقيا، عندها موروث هي توارثته كابر عن كابر. هذا جانب. ونحن نعرف بأن السلوك البشري عموما تتشكل فيه العادات والتقاليد والأعراف من خلال السلوك الإنساني. تشكل سلوك، ثم بعد ذلك يقوم الناس بتقليد هذا السلوك وتكراره حتى يتشكل عرف، والعرف ما استقر عند الناس وصار معروفا. يناقضه المنكر، وهو الشيء الحديث عند الناس الذي لم يألفوه بعد. طيب، هذا جانب. الجانب الثاني في النظام الاجتماعي التقليدي أنه فيه تراتبية محددة. يعني مثلا بتجد الجد والأب وكذا تراتبية، ثم إلى شيخ القبيلة، وهكذا. على كل في تراتب، في شيخ قبيلة، في نظام نظارة مثلا، في عموديات، في شياخات، في كذا، إلى أن تصل إلى الأسرة. فالتراتبية فيه محددة اجتماعيا، بمعنى الأصغر أو الأدنى في التراتبية يخضع للأعلى في التراتبية، وهكذا. ويحرص قدر الإمكان أن لا يختلفوا في هذه التراتبية، ويلتزم الإنسان وكأنما أنت أمام مؤسسة مؤسسة راسخة يخضع فيها الأعلى، أي يخضع فيها الأدنى للأعلى. المسألة الثالثة أيضا تعتمد على الروابط العشائرية والأسرية. نظام التقليدي نظام أسري، نظام عشائري، نظام قبلي. فإذا رأيت المجتمع في هذا الجانب معناه لا زال مجتمعا محافظا تقليديا وليس مجتمعا حديثا. الجانب الثاني التمسك بالأدوار الوظيفية للمؤسسة الاجتماعية. هذه في أدوار وظيفية يقوم بها الناظر، يقوم بها العمدة، يقوم بها شيخ القبيلة، يقوم بها رب الأسرة. فهنالك أدوار محددة لكل واحد منهم، بخلاف ما سنأتي إليه إن شاء الله في النظام الحديث. ففي أدوار على كل في جانب.
أخيرا حتى لا نطيل على الناس، أيضا النظام التقليدي فيه مقاومة لكل ما هو جديد، لا يتقبل التحديث بصورة سريعة، إنما هو التحديث يقاومه ويقاوم التجديد ويقاوم كل حالة خارجة تريد أن تخرج عن هذا المألوف. هذا باختصار شديد جدا عن موضوع موضوع ما نسميه نحن بالنظام الاجتماعي. طيب ما هو النظام الاجتماعي الحديث؟ لما يتكلم الناس عن موضوع النظام الاجتماعي الحديث، خلينا أول حاجة نقول لفظة الحديث ارتبطت بشكل أو آخر بالدولة الحديثة وارتبطت بالحداثة. ارتبطت بالحداثة. وهنا لا نريد أن ندخل في موضوع الحداثة وتاريخها ومتى، لا، خلينا نقول على الأقل في دولة الآن سميت بالدولة القومية، سميت بالدولة القطرية، سميت بالدولة الحديثة. هذه الدولة النظام الاجتماعي فيها مبني على قوانين وليس على تراثيات، مبني على قوانين مكتوبة. هناك القوانين عرفية قد لا تكون مكتوبة وقد تكون مكتوبة، يعني في إريتريا كما سنأتي في بعض القبائل كتبت مثلا مواثيقها، كان في نظام مكتوب لبعض القبائل ترجع إليه، وكذلك في الجزيرة العربية هذا الموضوع عموما كان في أعراف مكتوبة. طيب هنا في النظام الحديث القوانين مكتوبة، يعني ما في قانون، معناه ما في علاقات قانونية، ويبقى الإنسان في براحة من أمره ما دام ليس هنالك قانون يقيده. هذا جانب. الأمر الثاني، هنالك مساواة أمام هذا القانون، يعني ما نسميه بالمساواة شنو؟ القانونية. التراتبية التي تكلمنا عنها في النظام الحديث قد لا تكون موجودة إلا قليلا مثلا من أيضا المؤسسات التي تعتمد في النظام الحديث في النظام الاجتماعي هو مؤسسات الدولة. فالدولة حلت محل شنو؟ حلت محل المكونات التقليدية. فأنت أمام مثلا قول محلية، محافظة، ولاية، كذا إلى أن تصل رئاسة الجمهورية. فمؤسسات الدولة حلت محل المؤسسات المؤسسات التقليدية. أخيرا الحراك الاجتماعي هو الحاكم في النظام الحديث، ليست العلاقات العرفية أو التراثية، ولكن يبقى هنالك مدافعات اجتماعية تتحرك على كل القوى المسمى بالقوى المدنية، تتحرك وتتفاعل وتفرض قوانين وتنسخ قوانين وتحذف أشياء وتثبت أشياء. فالحراك الاجتماعي هو الذي يحدد شكل شنو؟ شكل العلاقات التي يمكن أن نسميها بالعلاقات للنظام الاجتماعي الحديث. وبالتالي لاحظ الآن في إطار الدولة الحديثة، إطار هذا النمط اللي هو النمط الحديث، وصلنا إلى في أوروبا على وجه التحديد وصلنا إلى نظام الأسرة من رجل ورجل وليس من رجل وامرأة كما هو في النظام التقليدي. يعني في النظام التقليدي النظام الاجتماعي لا يمكن أن تتشكل أسرة من رجلين، ولا تتشكل أسرة من امرأتين مثلا، ولا أيضا تتشكل أسرة من أطفال منتسبين إلى رجلين مثلا. هذه كلها تعتبر دخلت عن طريق الحداثة ولا يمكن أن يتقبلها النظام التقليدي، النظام الاجتماعي التقليدي. شكرا فضيلة الدكتور على هذا الاستهلال وهذا التوضيح. ووضعية الحقيقة النظام التقليدي أو النظام القبلي بتسلسل الذي ذكرته، كذلك وضع الدولة. من هنا ممكن كيف أن نقول وضع الإنسان الأريتري يعني بهذه الوضعية؟ هل هو مجتمع ضمن سياق المجتمعات التي في منطقتنا؟ وكيف أيضا يكون يعني وضعية القرارات، وأيضا يعني مدى الالتزام بما يأتي من رؤساء القبائل والتسلسلية التي حقيقة كانت حاضرة، وأيضا المجتمع فيه نسبة من الهدوء والاستقرار في ما يواجهه من المشكلات ونحوها. هو خلينا نقول الدولة الإريترية حتى هذه اللحظة تعيش في مرحلة برزخية، لأنها لم تستطع أن تتجاوز المجتمع التقليدي ولم تستطع أن تؤسس أيضا بنية لنظام اجتماعي حديث. يعني حتى الآن ما نقدر نقول والله هنالك نظام اجتماعي حديث، باعتبار أن الدولة في بنيتها السياسية تقليدية حتى الآن. لم تنشأ الدولة بمؤسساتها المعروفة، ليس هنالك برلمان أو ليس هنالك أحزاب وليس هنالك انتخابات وليس هنالك مؤسسات مجتمع مدني. وبالتالي في ظل غياب ما يمكن أن نسميه بالتحديث في إطار الدولة الحديثة، فأنت في نهاية المطاف ليس أمامك إلا البنية التقليدية للنظام الاجتماعي، بغض النظر عن أنه والله هذه المسألة مرغوبة عند الدولة غير مرغوبة عند الدولة. لأنه أيضا لما تجي داخل إلى مؤسسات التعليم حتلاحظ أنه والله لا، النظام لا يلتزم بالبنية التقليدية.
لاحظت؟ فهي حتى الآن على كل هنالك محاولات لما يمكن أن نسميه بالتحديث، ولكن البنية الأساسية لمجتمعنا الإريتري حتى الآن بمكونات مختلفة، حتى الآن البنية هي بنية اجتماعية تقليدية وليست بنية بنية حديثة. وبالتالي أنت أمام مؤسسات دينية راسخة موجود. يعني الآن مثلا الكنيسة في إريتريا لاحظ تتقوى يوم بعد يوم، ويمكن هذه المسألة تكلمنا فيها، وكيف أن النظام رغم علمانيته ولكنه كرس بشكل أو آخر إلى مؤسسة الكنيسة أن تكون مؤسسة لها وضعيتها، وبالتالي هذه مؤسسة تقليدية ستؤثر على على أتباعها. المؤسسة كذلك المتعلقة في المرتفعات تحديدا لا زالت بنية أيضا المجتمع لا نقول القبلي ولكن أقرب إلى المجتمع الإقليمي. فهنالك أقاليم أبناء كلوغوزاي وسرايا وحماسين، البنية الإقليمية أيضا تظل موجودة ولها تراتبيتها. لما تأتي إلى المناطق المسلمة، مناطق المنخفضات على وجه التحديد، ستلاحظ البنية القبلية حاضرة، وحتى هذه اللحظة لا أتصور صحيح ليس هنالك الآن ما نسميه باعتراف الدولة بمؤسسة المؤسسات الأهلية، وأن عندها إدارة كما في بعض البلدان الأفريقية هنالك إدارات أهلية ترتبط بالدولة وقد تنفصل عنها، لكن عندها تراتب وعندها رواتب وعندها وضعيات. في إريتريا قد لا يكون هذا، لكن حتى هذه اللحظة لم تستطع الدولة كذلك أن تلقي الدور المعنوي والدور الأدبي للبنية الاجتماعية التقليدية. والسبب في ذلك لأنك حتى الآن أنت لم تنشئ مؤسسات دولة حديثة يستطيع الناس أن يخرجوا من بنياتهم التقليدية إلى البنية الحدية. وبالتالي لا زالت في تقديري المكانة الاجتماعية للإدارات إن صح التعبير أو المكونات الاجتماعية حتى هذه اللحظة موجودة. وممكن نقول من أين تكتسب هذه الإدارات وضعيتها الاجتماعية؟ يعني ليش والله هذه الإدارات حتى هذه اللحظة تظل موجودة؟ السبب الأول ستلاحظ بأن هذه الإدارات وهذه المجموعات بانتماءاتها الاجتماعية هي مصدر للهوية الاجتماعية. نعم. مصدر الهوية الاجتماعية. لا زالت الناس صحيح انه والله تنتسب الى الدوله الاريتريه بانه هو اريتري، لكن الدوله نفسها مثلا كرست مفهوم القوميات في الهويه الاجتماعيه والثقافيه. صحيح تجنبتها في الجانب السياسي، لكن لا زالت تعترف بنظام نظام القوميات مثلا، وتكرس هذا المفهوم في العمليه التعليميه. مش كده؟ اذا العمليه التعليميه موجوده فيها هذا الجانب. طيب لما انا والله الدوله مكرسه مفهوم الثقافه والتلفزيون يعرض مفهوم الثقافه، اذا فكرة الثقافة والهوية الاجتماعية التقليدية حاضرة وبتكرسها الدولة بشكل أو آخر، بغض النظر عن دوافع الآن لا نريد أن ندخل في الدوافع، لكن حتى هذه اللحظة الأساورتاوي أو الساهو يشعر بأنه له ثقافة، له رقصات، له لغة، له مفردات. الناس التجري مثلا بيشعروا بأنه عندهم مجموعة من الأشياء تحدد هويتهم كتجري. البلين يشعرون بأنه والله لغة وثقافة وهوية وانتماء، عندهم عرقية، وهكذا بقية المكونات. فأنت أمام شعور بأنه والله مصدر الهوية هو هذا الترابط الاجتماعي، من أنا كذا. لاحظت هذا جانب. الجانب الثاني أيضا أساس هذه البنية الاجتماعية في مستوى من المستويات أساس في فض النزاعات. إذا اعتبرنا بأنه والله مجتمع إلى حد كبير مجتمع راعي زراعي، مش كده؟ لم نصل بعد إلى أن نكون مجتمع حديث والله سادت فيه الصناعة مثلا، لا زال مجتمعنا متخلف. فخلينا نقول نحن المجتمعات الزراعية فيها مشاكل بين الرعاة والمزارعين أحيانا، بين المزارعين أحيانا، بين الرعاة أحيانا. هذه المنازعات غالبا لا تصل إلى الدولة، لا تصل إلى الدولة. فإذا هذه البنية الاجتماعية التي تكلمت تكتسب أهميتها في أن هي تحاول أن تفض المنازعات بين الناس عندما يحصل التنازع بينهم. أيضا في كثير من القضايا تنظيم الحالة الاجتماعية مبني عليها. نعم. بنية اجتماعية إذا اعتبرنا أنه والله هنالك نظام اجتماعي، أعراف، تقاليد، حتى لو مسكت بس على مستوى الأسرة في العلاقات البينية بين الرجل والمرأة، إن لم يكن هنالك نظاما اجتماعيا راسخا لن تستمر العلاقة. لاحظت؟ فسنجد بأنه والله مساحات واسعة جدا لا زالت تقوم بها هذه البنية التي نسميها نحن بالبنية بنية الاجتماعية التقليدية. تمثل في نفس الوقت أيضا عامل استقرار للمجتمع، لأنما يكون هنالك عادات، هنالك تقاليد. وأخطر ما يواجه المجتمعات هي حالات الانتقال من التقليد إلى الحداثة، لأنه أنت إذا ما استطعت والله فعلا هذا الانتقال يكون انتقالا مدروسا بحيث والله لا تذهب الناس إلى الفراغ،
ولا تذهب إلى المناطق المجهولة دون أن تهيئ أنت والله الوضع الحديث تفكك البنية الاجتماعية. فعلى كل، الخلاصة التي أريد أن أصل إليها بأن البنية الاجتماعية في إريتريا حتى هذه اللحظة تجد احتراما من مكوناتها. أحسب بأنها أيضا لا تجد عداوة وتفكيك من الدولة حتى هذه اللحظة. لم تصل إلى أن والله محاولات مثلا تفكيك البنية صحيح قد لا توليها اهتمام، تقلل من دورها، لكن في نفس الوقت أيضا هي تدرك بأن والله كثير من القضايا ربما لا تشتغل المحاكم بما تشتغل به إدارات الصلح وفض النزاعات داخل هذا المجتمع، وبالتالي على كل يمثل هذا المجتمع أهمية. في فترة من الفترات كانت نفس هذه المكونات الاجتماعية بإداراتها تمثل عنصر ممانعة أمام المحتل. يعني كثير من التماسك الذي رأيناه في فترة التحرير لم يكن إنه والله نتيجة والله بس الثورة وحدها، ولكن البنية الاجتماعية التي كانت أيضا ترى بأن هويتها واستقرارها ونمائها وذاتيتها لا تتوفر مع العدو، لا تتوفر مع الاحتلال، فكانت تشكل البنية الاجتماعية نوع من عنصر الممانعة أمام ثقافة المحتل. جميل جدا، بارك الله فيكم في توصيف الوضع الاجتماعي يعني للدولة، وحقيقة عدم اكتمال أركان يعني ما يشد من المجتمع وما يقوم به كأدوار قبلية، لم تكتمل أدوار الدولة، ولذلك هي كما ذكرت في مرحلة قد تكون برزخية، وفي نفس الوقت حقيقة مع عدم العناية بمتطلبات المجتمع القبلي لكنه يظل فارض نفسه ويحقق كثير من ربما المكاسب التي لا تستطيع الدولة حقيقة أن توفرها أو تقوم بها. ولهذا هذا المجتمع لا يزال حقيقة يظل قيمه وأخلاقياته التي توارثتها حاضرة في مجتمعنا، ويلجأ إليها في كثير من قضاياها. قضايا الصلح تجد لها حضور في معالجاتها بطريقة يعني تنم على مقدرة كبيرة في الفكاك من إشكاليات النزاعات. والمجالس الأجاويد أيضا نعرف كيف أن لها صوت حاضر في هذه القضايا، يعني فلعلكم تعطونا ضوء. ثم هل هذه القضايا ربما تكون كبيرة كثيرا، كيف يعني يتم أيضا مواجهتها من خلال هل الدولة تتدخل فيها أم أيضا لهذه المجالس ولهذه الأعراف التي موجودة في القبائل أنها أيضا تتصدى لكثير من هذه القضايا وتكون محرضة، يعني كما هو في العرف القبلي معروف، يعني التخلص من إشكالات أو نزاعات وغيرها يعني. نعم. أولا لابد أن أشير ونحن نتكلم هنا في الشأن الاجتماعي بين الحداثة والتقليد إلى أن جزء كبير جدا من أزماتنا هو الانتقال من الثقافة التقليدية القبلية المحكومة بأعراف صارمة وثقافة صارمة إلى أحيانا التحديث غير المدروس والذي لم تؤسس ثقافته. وهنا خلينا نقول لماذا نكون والله عندما ننتقل إلى الشأن الاجتماعي هنالك استقرار، هنالك احترام، هنالك تقدير بين المشايخ، هنالك أعراف راسخة، القبائل تجد في شؤونها منضبطة جدا وتحل مشاكلها. جميل. بينما لماذا نفشل في الشأن السياسي؟ ليش تنظيماتنا السياسية فاشلة؟ لأنها ذهبت إلى التحديث دون ثقافة حديثة. فتجد الشخص بنفس وضعيته القبلية انتقل إلى مؤسسة حديثة فلم يستطع أن يواكب حالة التحديث في المؤسسات الحديثة دون ثقافة حديثة. الحتة دي مهمة جدا. وبالتالي زي ما قال واحد انتقلنا من البيئة التقليدية وثقافتها الراسخة. يعني أحيانا ابن قبيلتين في الشأن الاجتماعي يستطيع قبليا يحل مشكلاتهم، لكن لما ينتقلوا إلى التنظيم السياسي يفشلوا في حل مشكلاتهم. معضلة فعلا. هذه إشكالية على كل. بس دي من باب لفت النظر بما أن الحلقة الآن هي في الجانب، لكن خلينا هذه اللفتة مهمة لأنه في نهاية المطاف إنه أنت خرجت من ثقافة كان لها حلولها في المشكلات، في المنازعات، تراتبيتها، احترامها، قدسيتها لقوانين، ده كله فجأة ذهبت إلى شيء آخر وأنت سبحان الله مشدود إلى الخلف وأنت ماشي إلى الحداثة. فعلى كل فيما يتعلق بدور على الأقل في دور المشيخات أو الأعيان أو الوجهاء في موضوع الوساطات بشكل عام وحل المشكلات، بلا شك هو من أكبر الأدوار التي حتى هذه اللحظة أعتقد أنها أدوار راسخة وأساسية.
وظل المجتمع الإريتري حتى فترة التحرير، حرب التحرير، كان دور كبير جدا من القضايا يقوم بها هؤلاء. والسبب في ذلك أن منطقتنا، خلينا نقول منطقة إريتريا على وجه التحديد، ما خضعت لأنظمة مركزية كثيرة. يعني حتى الأنظمة التي خضعت لها كانت بعيدة، كانت بعيدة، أحيانا تخضع لمصر، أحيانا تخضع للحجاز، أحيانا تلقاها خاضعة للدولة العثمانية عن بعد أو بوسيط، أحيانا تخضع مثلا إلى دويلات محلية. فالشاهد هنا أن غياب الدول المركزية اللي بترسخ مفهوم السلطات القابضة غير موجود، وبالتالي تحتمي المكونات الاجتماعية بإداراتها في حل مشاكلها وعشان تحل مشاكلها لابد أن تحترمها، مش كده؟ يعني لا يمكن أن تذهب إلى شخص غير محترم وتقول والله حل مشكلاتك. فعلى كل المرجعيات هذه كانت تقوم في تقديري بأدوار كبيرة جدا فيما يتعلق بأن الناس ينظرون إليها بأنها مصدر للحكمة ومصدر للعدل. غالبا يعني زعماء القبائل والعشائر كان الناس تنظر إليهم، وإلى الآن في كثير من الممارسات القبيلة تجدها تقف عند الشخص الذي يقودها اجتماعيا. في الشأن الاجتماعي يظل هو محترم، يظل هو مقدر، يظل هو تنتهي عنده المشكلات. فإذا حتى هذه اللحظة الحكمة موجودة والعدل موجود من خلال هذا النوع من الدخول على كل على. أيضا عندهم ما يمكن أن نسميه بالتحكيم العرفي. كثير من القضايا ما بتمشي الحكومات إلا إذا تعذر أن تحل المكونات الاجتماعية مشاكلها، تحرص إنه والله ما تصل القضايا حقهم إلى المحاكم. وإلى الآن يبدو حتى الحكومة نفسها تفضل إنه الناس والله تمشي تحل مشاكلها ولا تحاول أن تزاحم المحاكم بشنو، وخصوصا زي ما قلت لك في أعراف، حتى في القضايا الكبيرة ودي ممكن نجيها. لكن عندها القبائل عندها أعراف في المشكلات في المياه، عندها أعراف في الدماء، عندها أعراف في المشاجرات، عندها أعراف في الإساءات. هذا كله يعني يدخل معه. وبالتالي هذه قد تكون مكتوبة زي ما قلت لك، وأحيانا قد تكون ليست مكتوبة لكنها معروفة عند الأعيان وعند الوجهاء. ومما أعرفه أيضا بأن أحيانا ما يحصل بين القبائل يظل سبحان الله متوارث. يقول لك والله نحن القبيلة الفلانية حصل بيننا وبينها دماء وعفونا عنهم ل3 مرات. فلما يقع منها إشكال تأتي هاتين القبيلتين ويجلسان جلوسا للاستماع والتلاوم ابتداء أو حتى التشاجر، ولكن ينتهي في نهاية المطاف إلى حالة عرفية، إنه والله هذا الموضوع يتم معالجته بالشكل الفلاني. ممكن نحن على كل خطوات الحلول كيف يحلوا مشاكلنا. خلينا نقول هم الآن على الأقل يعتبروا مركزية لتحقيق العدالة وتحقيق المصالحات وفض المنازعات وفق ما لديهم من أعراف متوارثة، سواء كان متوارثة داخل القبيلة أو معروفة ما بين القبائل فيما بينها. فمثلا عندك في بعض المناطق عندما تحصل حادثة القتل أول قضية يسعى إليها هو أنه يهدئ النفوس، وفي عرف في ذلك، أحيانا يسموه الجلد وأحيانا يسموه أسماء أخرى. على كل فيحصل نوع من التزام القبيلة الجلسة الأولى لتهيئة العهد بينهم بأن لا يتطور الأمر من قتل شخص لآخر إلى أن القبيلة تحترب. فهذه لاحظ الآن، وده سبحان الله في كل فنون التفاوض وعلم التفاوض أهم قضية في أي مشكلة أنك تحتويها وأن لا يحصل إلى أنك تصعيد. فأول قضية يحتوها، ثم يحاولوا قدر الإمكان يمدوا في الزمن. مد الزمن سبحان الله يساعد في تهدئة النفوس. كده تهدئة النفوس. إذا هدأت النفوس يجلسوا بعد ذلك، يجلسوا الكبار هذول ويحاولوا على كل يحلوا مشكلة. فعندهم موضوع الحلول، موضوع التحكيم، أيضا عندهم تأثير بطبيعة الحال في القرارات، سواء كانت قرارات اجتماعية أو كانت قرارات سياسية. كل ذلك على كل في إطار من التماسك الاجتماعي الذي تحرص عليه هذه المكونات، لأنه هي تدرك أنه متى ما تفككت بنيات الاجتماع لا تستطيع أن تصل إلى حل. وهم أحرص الناس على أن يكون بينهم سلام وتعايش كمكونات اجتماعية، لأنه والله المرعى فيه إشكالات، الزراعة فيها إشكالات، التواصل، الأسفار فيها إشكال. إذا لم يكن الناس آمنون في سفرهم، آمنون في مرعاهم، آمنين في مزارعهم ومرعاهم، لن تستطيع أن تعيش عيشا مشتركا بطبيعة الحال. فعلى كل هذه كلها يقوم بها هؤلاء الشيوخ وهؤلاء الأعيان، سواء رضيت بذلك السلطات أو لم ترضى، لكن هم يحلون مشاكلهم بهذه الصورة. أحسنتم، بارك الله فيكم. حقيقة يعني
فض المنازعات هذه في مجتمعاتنا لها يعني حقيقة يعني أناس راسخون ولهم المقدرة حقيقة في هذا الأمر، ولهم المكانة ولهم المقدرة أيضا في فهم خطابات بعضهم لبعض نعم. وأعراف يعني جميلة أيضا يعني عند الإشكال كالقتل أو أي شيء من مثل هذا أو أقل منه. الحقيقة عندما يأتون يعني كجهة ابنهم اعتدى، فهم يأتون بشكل جماعي وبشكل حقيقة تهدئة نفوس كما أسلفتم، وبشكل الاعتراف نعم. وأنهم بين يديهم وما يريدونه كله حاضرون له من التزام يكون يعني قانوني أو مادي أو أدبي. ثم أيضا يعني هذا الذي جنى يعني هو حقيقة يعني أيضا إن هو قبض فهو بإشراف من قبيلته، نعم. وإن أيضا حقيقة هو خارج هنا فهو أيضا هي تتبنى كل ما يلزم. هذه يعني الطريقة في حقيقة تهدئة النفوس ثم أيضا كما أشرت يمكن كثير من الخلاصات والنهاية تكون لهذه المعاملة الطيبة بالعرف المتبع. قد لا يلزم صح أنه ممكن يكون في مقنن ماذا يقدم في الدية، ماذا يقدم في القصاص والجراح وكذا، لكن لا يلزم أيضا أخذه يعني صحيح. بكل هناية. يعني في كما أشرت إليه ينطق به ولا يؤخذ. يعني يقول لك ما نأكل يعني بهيمة مثلا كذا. نعم. فإنما بهذه الطريقة كانوا حقيقة طريقة يعني يكبر بها ويشاد بها. حقيقة في إطار هذا السياق التكافل الاجتماعي في مواجهة الجريمة حاضر في مجتمعنا. يعني حقيقة لا شك أنه الشواذ موجودون في أي مجتمع من ما يحصل باقتراف أي جريمة من الجرم. فهذا التكافل حقيقة أيضا لا يغفل أن تستمر الجريمة، كيف يحاصرها، كيف يتبعها، كيف مثلا كان التعامل معها. ثم أيضا الأقليات والمستضعفين في المؤسسة القبيلة، يعني أين موقعهم؟ هل تحميهم؟ هل نفوذ مثلا جامح يضيع حقوقهم؟ هذا الجانب أيضا يحتاج إلى تجلية. بارك الله فيكم. نعم. على كل فيما يتعلق بالجانب الجرائم كما تفضلت، أي مجتمع لا يخلو من الجريمة ولا يخلو من المتفلتين بطبيعة الحال، والدور الأساسي للمكونات الاجتماعية هو محاصرة الجريمة. نعم. بألا تقع بقدر الإمكان. يعني كثير من الأعراف التي تقوم على كل في هذه المجتمعات جزء منها مبني أساسا على فكرة ألا تقع الجريمة، ألا تقع. يعني مثلا أديك مثال، عندنا كان بعض العبارات مثلا إذا حصلت مشاجرة نعم. وراح واحد قال لك والله شرع الله بيتك يتحلف لك مثلا، أي عليك بشرع الله ألا تتجاوز الحدود الفلانية. سبحان الله، مجرد ما هو حدك بشرع الله هذه محاولات لمنع ايه؟ منع الجريمة. إذا اقتحمتها بعد ذلك سبحان الله تترتب عليها إشكالات. نعم. أصلا فلاحظ ابتداء إنه عندهم أساليب وعندهم أنماط لمنع ايه؟ الجريمة. طيب تجاوز الشخص ووقعت الجريمة، تبدأ هنالك التحركات الآن لأمرين: ألا تتوسع الجريمة. النقطة الثانية أيضا محاولة حماية الشخص أيضا الذي يعني حماية المتوفى في الله يضيع حقه. ثم أيضا بقدر الإمكان القبيلة التي وقع منها الجرم كذلك تسعى إلى أن تحمي ابنها لكنها بطريقة قانونية. دي كلها قضايا لا بد أن نلاحظها. يعني وهم يتحركون هم كما تفضل يأتوا بصورة المعترف المقر الذي يقول والله أنا بين يديكم، لكن وهو يفعل ذلك مضمر سلفا انه لابد انه ابنه ده قدر الامكان يحمى. يعني لا نفهم من ذلك ان القبيله تريد ان تفرط فيه، لا، هي لا تريد ان تفرط، تريد ان تحميه بالقانون. وهذا نوع من العقل، انه انا والله احميه من خلال العقل وليس من خلال الفتوه. يعني بدل ان تاتي القبيله ومرتكب ابنها قتل ثم تقول والله نحمل السلاح في مواجهه القبيله الاخرى، لا، ما هكذا تكون. يكون الامر بالاعتراف. ثم بعد الاعتراف تأتي كما تفضلت بأنه والله المحاكمات وكذا، وغالبا ما تنتهي بالصلح وليس بقتل. غالبا تأتي بالصلح، وأحيانا قد يحصل فيها تسليم دية وأحيانا. لكن إلى يومنا هذا مثلا حتى هذه اللحظة القبيلة الدور التكافلي فيما يتعلق
التضامن والتكافل في إطار مثلا قضية القتل إلى يومنا هذا موجودة، ولعل ذلك بطبيعة الحال متداخل فيه الديني مع الاجتماعي. يعني القبيلة المسلمة على وجه التحديد القتل فيها حتى اليوم تدفعه جميعا مع بعضها البعض حسب البنية الاجتماعية. أحيانا يكون محصور في القبيلة ككل، وأحيانا يكون في فرع من فروعها إذا كانت هي متفقة على ذلك، إنه والله قبيلة إذا كانت كبيرة مثلا تقول والله نحن كل فرع من الفروع يا جماعة موضوع الديات يدفعه لوحده مثلا. إذا كان ما استطاعوا يذهبون بعد ذلك في موضوع التوسع. فعلى كل موضوع التكافل الاجتماعي في مسألة الجرائم أو مسألة القتل على وجه التحديد على كل هذه موجودة. أيضا قصة التكافل التي ذكرتها في إطار الشأن الاجتماعي عندنا لا ننسى فقط ليست المسألة في الجرائم، التكافل الاجتماعي أيضا عندنا إياه في قضايا الأفراح مثلا. صحيح. فهنالك تكافل اجتماعي في الزواج. نعم. وموضوع الصنبل والأشياء اللي هي الهدايا التي تعطى، صنبل من جهة ومثله من جهة، اللي هو الصنبل اللي ما يعطى للرجل من أصحابه وأحبابه وأهله، والمثل هو ما يصحب المرأة من أهلها. نعم. فلاحظ هذا التكافل في يوم الزواج يأتي مال من طرفين، من طرف أهل الزوج ومن طرف أهل الزوجة، ويؤسسون مع بعضهم البعض. ومن اللحظة دي ربما حتى يدخل الشخص وهو إلى بيت الزوجية في بداية يكون دخل فقيرا ويخرج منها وهو غني ما شاء الله ما أعطي منه. فالشاهد هنا البنية الاجتماعية ليست محصورة فقط في قضايا المشكلات، ولكنها أيضا مؤسسة بحيث تقف مع الضعيف وتقف مع أصحاب الحاجات بقدر الإمكان. هنا نأتي إلى قضية حماية القبيلة كذلك المستضعفين، مثلا المرأة. إذا اعتبرنا أنه والله في المجتمعات التي يقوى فيها دور الرجال والتراتبية تكون بهذا الشكل، بطبيعة الحال يحصل دائما إشكال في موضوع المرأة واستضعاف أحيانا لقضية قضية المرأة. لكن نلاحظ سبحان الله في كثير من الأعراف الإريترية الأمور فيها توازن. جميل. والتوازن نابع من أمرين. أولا المرأة هي بنت قبيلة، وبالتالي هي محمية بأهلها وبعصبتها وبناسها من جهة. فالقبيلة التي مثلا إذا هي متزوجة من قبيلة أخرى تضع لها اعتبار لأنها بنت قبيلة، ويقال للشخص يقول له ولد قبيلتنا مشكلة، يقول له هذه بنت قبيلة انتبه لها حتى لا تدخلنا في إشكالات. وأحيانا لا، قد تكون من داخل القبيلة تحمى أيضا سبحان الله إذا حصلت أي مشكلة. عندك مجموعة من التراتبية، يعني إذا حصل بينها وبين زوجها إشكال فهنالك تسلسل للوصول إلى حل المشكلة. أول ما أعرفه مثلا في الشأن الاجتماعي عندنا مثلا في المحافظات في حاجة اسمها الوزارة، اللي هو الوزير. نعم. مشكلة الأسرة ابتداء تعرض على الوزير. جميل. اللي هو الشخص يوم زواجه يحدد من هو وزيره، أو هو الشخص الذي يقوم كما أقرب إلى أحيانا أقرب من أخوك في حل المشكلات. أكيد. وأقرب من أبيك أيضا في حل المشكلة، مش كده؟ نعم. فهي المرأة سبحان الله تذهب أول قضية تعرض مشكلتها الحاصلة بينها وبين زوجها على الوزير. نعم. أمين السر. هذا أمين السر. نعم. وهذا أمين السر من قوة شخصيته ولإثبات أيضا أنه أهلا لها يحرص أن المسألة ما تفوته، لأن لو فاتته معناها ما عاد مؤهل للقيام بمسؤولية الوزارة. فأحيانا تكون مشكلة مالية يحلها، أحيانا تكون مشكلة متعلقة أنه يمشي لصاحبه ويحل المشكلة. فالنظام الوزارة ستجد أنه نظام أصيل عندنا، وكان صحيح ما يخلو أي نظام من سلبيات، لكن خلينا الآن في إطاره الإيجابي. صحيح. إنه والله الوزير يقوم بأدوار، أنا أعرف أدوار كثيرة جدا يقوم بها الوزير غير مسألة المشكلات. يعني مثلا إذا أنجبت المرأة أول من يذبح لها مثلا هو الوزير وليس الزوج، مش كده؟ إذا الزوج غير موجود الالتزامات كلها يقوم بها الوزير حتى يأتي صاحبه. فعندك جملة من القضايا الاجتماعية لها علاقة بالوزارة. طيب فتنا الوزارة حتمشي للأسرة. عندك الأب له وضعيته في الأسرة، فإذا الولد والله ما قادر يحل مشكلته مع زوجته طوال المرأة تتجاوزه إلى أبيه، ويمكن هنا أيضا أن تحل المشكلة. ما حلت المشكلة على هذا الإطار قد تتوسع إلى أن تكون يعقد له مجلس وهكذا. هنا على كل ده نموذج بسيط اللي هو ما يمكن أن نسميه بحالة استضعاف لما يمكن أن نسميه حالة المرأة. مثلا هنالك مثلا بعض الأسر داخل قبيلة كبيرة يكونوا ليسوا من أبناء القبيلة في العرق والنسب، يكونوا داخلين على القبيلة سكنا وتربية وكذا. فأحيانا يمكن بعض الناس يعتدون أو يتجاوزون الحدود في هذا الإطار،
فهل والله هؤلاء ليست لهم حماية؟ نقول لا، لهم حماية، بالعكس لهم حماية. إذا وصلوا إلى عمدة القبيلة أو شيخ القبيلة أو الشخص المسؤول ستجد هؤلاء أيضا. فالشاهد هنا بأن والله البنية الاجتماعية في صورتها العامة لا تحاول أن تجعل هنالك شخصا مستهدف استهداف كامل لا يجد من يوفر له العدالة ولا الحماية ولا كذا، بل بالعكس أحيانا تفاخر القبيلة بأن والله قدرتها على حماية من هم معها كبيرة جدا حتى تكون موصوفة بأنها قبيلة حكيمة، قبيلة عادلة كذا. فعلى كل هذه أيضا من الأشياء الموجودة يعني. جميل جدا فضيلة الدكتور. حقيقة النظام القبلي فيه يعني حقيقة موروثات جميلة يعني في هذا الصدد، ومواضيع الوزير وأدواره، والحقيقة الجانب الاجتماعي يعني حقيقة جانب ثر، وجانب فيه الكثير من الإيجابيات التي يعني تنم عن حقيقة يعني روح طيبة وبناء أسر حقيقة متماسكة. ولهذا يعبرون بهذا الوزير مسند الكتشة يعني، ولهذا عنده حقيقة خاصية. ويمكن هذه العلاقة تكون تمتد إلى عشرات السنين يعني. صحيح. يقال الأب هو كبر أنه فلان هذا يعني وزير أو مسنتكة هذا له يعني، ويوصي به ويعرف به الأبناء. هذا حقيقة من الإيجابيات والأشياء الجميلة. ونحن نسير في هذا الموضوع العلاقة فضيلة الدكتور بين النظامين التقليدي والحديث، كيف يمكن أن نقول ممكن تتكامل، كيف يكون بينها أدوار إيجابية، ممكن كل جهة تقوم بما يسهم في إنفاذ القوانين في حفظ الأمن، فبدل أن تكون تنافرية كيف يمكن أن نجعلها علاقة متكاملة، كل جهة ممكن يعني تؤدي أدوارها التي تبني المجتمع الحديث وتحقق الاستقرار الذي الناس ينشدونه في حياتهم. هو على كل المجتمع الذي يحيل كل قضاياه إلى الدولة سيفقد كثيرا من حريته، دي لا بد أن ننتبه إليها. يعني فكرة سطوة الدولة، هيمنة الدولة، طغيان الدولة، ديكتاتورية الدولة لا ينشأ إلا من خلال أنه هي تريد أن تكون كل شيء. فالمجتمعات عموما، المجتمعات التي تريد أن تحافظ على حريتها، حتى المجتمعات الأوروبية التي ذهبت إلى فكرة بناء الدولة وهيمنتها على المجال العام، لاحظوا بعد فترة بأنه والله يا أخي هذه الدولة يمكن أن تكون ديكتاتورية، يمكن أن تكون مستبدة، فاضطروا إلى ما يعرف الآن بالبناء الاجتماعي الحديث اللي هو البنية اللي يسموها الآن المجتمع المدني. فصارت هنالك نقابات وهنالك أشياء في مواجهة في مواجهة طغيان وتغول الدولة. الدولة سطوتها، طغيانها بالقوانين، بأدوات السيطرة والضبط التي هي تسيطر عليها، يمكن أن تتحول إلى دولة في النهاية في مواجهة المجتمع. ولذلك المجتمعات دائما وهي تفوض بعض سلطاتها أو بعض مهامها للدولة تحرص كذلك أن تجعل لنفسها موضوع كيف تدافع طغيان الدولة. نحن قبل أن نذهب إلى طغيان الدولة لا بد أن نقول بأن المجتمع عليه أن لا يسلم كل شيء للدولة. بنية النظام الإسلامي عموما هي هكذا، يعني تحرص أن مؤسسات المجتمع تكون أيضا حاضرة في مواجهة مؤسسات الدولة. جميل. يعني لو أدينا هناك مثلا بنية القبيلة الآن، النظام الإسلامي مثلا لا يحاول أن يفككها لأنه يخضعها لقانون الجعل. وقانون الجعل هو تداخل إرادتين. جميل. وجعلناكم شعوبا وقبائل. كيف نتحول إلى قبائل؟ يعني ما خلقنا الله شعوب وقبائل، مش كده؟ قال خلقكم من ذكر وأنثى، لكن جعلكم شعوب. فقانون الصيرورة والسيرورة اللي هو سير الإنسان وصيرورته يؤدي به من حالة أسرة إلى إلى مكونات. فهي حالة تدافع وتداخل تؤدي إلى بنية معينة. جميل. هذا الإسلام يتعامل معها أن يترك هذه السياقات البنيوية في المجتمع تبنى بشكل تلقائي وليس بالإكراه. جميل. خليه هو المجتمع يشكل يشكل علاقاته الاجتماعية، ويمكن على كل أن يحتفظ هذا المجتمع بكثير مما يمكن أن يؤدي إلى أن لا تهيمن الدولة على المشهد العام في الحياة الاجتماعية والسياسية. يعني يترك للدولة مساحات ضيقة ويترك للمجتمع مساحات كبيرة. فكان المجتمع الإسلامي مثلا كثير مجالات الصحة كانت تبع المجتمع وليس تبع الدولة، مجالات التعليم كانت تبع المجتمع وليس تبع الدولة، المجالات اللي ذكرناها الآن مجالات الأوقاف مثلا التكافل الاجتماعي كان مع المجتمع وليس مع الدولة، المؤسسات العلمية والفتوى كانت مع المجتمع وليس مع الدولة. فلما ننظر إلى بنية المجتمع الإسلامي القائمة أساسا على فكرة التكامل والاجتماع وليس على الفردانية. الدولة في المفهوم الحديث في الغرب قائمة على الفردانية، في النهاية تريد الدولة أن
أنت كمواطن تتعامل معها كفرد. في بنيتنا الإسلامية ليس بلازم إنك، لكن خلينا نقول كيف يمكن أن يحصل التكامل. إن والله المجتمع قدر الإمكان يحرص على أن يؤسس بنياته الاجتماعية وبنياته الدينية وبنياته كذلك التي يمكن أن يقوم بها بأدوار المجتمع، ويترك المساحات التي تتجاوزه بعد ذلك إلى أن تتدخل الدولة بسلطتها القاهرة. يعني لو افترضنا أنه والله في جريمة وقعت، صحيح أن الدولة تحتفظ بالشخص السجن، لكن يمكن أن نقول بأن بعض الأدوار المتعلقة بالصلح والمتعلقة بالتحكيم الأهلي تترك للمجتمع، فإذا فشل المجتمع تذهب بعد ذلك لإيه؟ للقضاء، وهكذا. يعني يكون التكامل بهذا الشكل، إن نتيح للمجتمع مساحات التصالح، نتيح له لحل مشكلاته بقدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك ذهبنا إلى إيه؟ إلى الدولة وأدواتها على كلنا المختلفة. بارك الله فيكم. حقيقة حديث شيق، وأظن يهم المستمعين والمستمعات بجوانب المختلفة، لكن نختم إن شاء الله بحقيقة جانب مهم فضيلة الدكتور حقيقة. ونحن يعني أجيال كثيرة حقيقة ابتعدت عن المحادن التي حقيقة كانت دائما تغذي هذه القيم وهذه الأعراف وهذه التقاليد. ليتكم بنصيحة كيف يمكن أن نربط الأجيال الكبار، كيف يمكن أن يذكروا بهذا، كيف يمكن أيضا للفاعلين المؤثرين من المؤلفين وغيرهم هذه الأعراف مثلا أن حتى تحفظ تأليفها وحفظها، حتى يظل حقيقة هذا الموروث لا يكون عرضة للتناسي أو الضياع، أو مثلا يعني لأنه المجتمع فيما يبدو أننا من خلال ما استمعنا حقيقة يحتاج إلى تكامل، إلى وجود من يحفظ يعني هذا التراث الثر بكثير من معاني القيم والأخلاق والفضائل. بارك الله فيكم. على كل هو لا بد أن نقول بأن الإسلام تعامل مع الظواهر الإنسانية من منظور فيه على كل ترسيخ ثوابت وقيم ومبادئ وأشياء جاءت بها من خلال التحليل والتحريم، وفي أشياء تركتها للمجتمع بحيث والله الصالح منها يبنى عليه والطالح منها يتم تلافيه وتجنبه. والطالح هنا لم يكن حكما ارتجاليا. مثلا الشريعة اعتمدت العرف في كثير من القضايا، تجد العرف في الزواج، كثير من القضايا بنتها الشريعة أحكامها بنتها على الأعراف. جميل. يعني مثلا لما نجي إلى موضوع المهر ستجد أن العرف حاضر. لما تأتي إلى الطلاق تلقى العرف حاضر. لما تأتي إلى المتعة مع بعض الطلاق تلقى العرف حاضر. كثير من القضايا أن الشريعة اعتمدت فيها على مبدأ إيه؟ مبدأ العرف. وهنالك قاعدة في القواعد الخمسة الكبرى في الفقه الإسلامي اللي هي العادة محكمة. أي ما اعتاده الناس وساروا عليه دون أن يكون مخالفا للشريعة. ده أهم قاعدة. في الأعراف الشرط فيه أن يكون ما مخالف مصادم لنص شرعي. يبطل العرف عندما يصطدم بنص شرعي. أما ما عدا ذلك فالأعراف معتبرة. مش كده؟ خذ العفو وأمر بالعرف. وأمر بالعرف. فما هو معروف اعتبرته الشريعة. وبالتالي هنا سنلاحظ بأن ثقافة المجتمع تتشكل من القيم الدينية ومن أعرافه التي تتولد سواء من أديانه أو من بيئته أو طريقة تعامله أو ثقافته المجتمعية المحدودة، تشكل في النهاية هويته الكلية. فتجد أن والله القبيلة الفلانية صحيح لها خصوصياتها، هي نفسها تلقى هي مسلمة، لاحظت؟ فلا تصطدم بأحكام الشريعة لكن لها أعرافها الخاصة. هنا نلاحظ هل يمكن للمسلمين أن يختلفوا في الأعراف؟ نعم يختلفوا في الأعراف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان عادي جدا. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما كان في اتجاه الجزيرة العربية منطقة الحجاز والعراق وهكذا كان عنده أشياء كثير مبنية على الأعراف. لما مشى إلى مصر لقى الأعراف مختلفة، فتغيرت الفتاوى وتغيرت بعض الرؤى التي كانت عنده، فصار عنده القديم والجديد وهكذا. فنحن نقول بأن على الناس أن يحرصوا قدر الإمكان على تشكيل ثقافتهم من خلال جميل الأعراف التي عندهم وثوابت الدين وقيمه التي تؤسس كذلك لهذا النوع من الأشياء الفاضلة والجميلة كما تفضلت. وللأسف الشديد أحيانا كثير من الشباب يخرج دون أن يؤسس نفسه من ناحية الشريعة وأحكامها وكذا، لأنه تلقاه والله
ما ارتبط من البداية بالمحاضن الدينية فينشأ عنه على الأقل معرفة بالدين، ولا تربى في أحضان اجتماعية محافظة كذلك حتى يأخذ أحكامه، وذهب إلى مجتمعات فصار سبحان الله الشخص أو الشاب عبارة عن مسخة عندما يكون وسط أهله وبين مكوناته، فلا يعرف كثير من الأعراف الأريترية ولا أشياء، بل أحيانا قد يكون ساخرا منها أو لا مبالي بهذه الأعراف. بينما فائدة هذا النوع من المعارف أن أنت والله عندما تأتي إلى مجتمع ما تكون لست غريبا، يمكن أن تندمج معه ويمكن أن تتداخل مع أعرافه وعاداته. نعم، بارك الله فيكم. وحقيقة هذا الكلام الطيب نختم به أنه المجتمع محتاج إلى ثوابته وقيمه الدينية، كما هو أيضا محتاج إلى حقيقة إلى يعني ما هو خير وجميل من أعرافه وتقاليده التي من خلالها يكتمل البنيان، ومن خلالها يترسخ حقيقة القيم، تترسخ القيم الجميلة والطيبة في مجتمع يكون متماسك إيجابي فاعل، يحافظ حقيقة على تماسكه وعلى يعني كل الصفات الجميلة والمحببة فيه. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر للجميع المستمعين والمستمعات، شكرا لكم على حسن استماعكم، ونتوجه بالشكر إلى ضيف البرنامج فضيلة الدكتور حسن سلمان. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم مع لقاء جديد، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل